اي نتيجة غير المكسب وبأداء كويس وبأريحية هتدخلك في مرحلة الشك. هدخلك في مرحلة الشك اللي انت جاي من هزيمة من قدام المصري اللي هيكون معاك في الكونفدرالية، فهو بقى يعني نفسيا ركب على الفريق وركب على الزمالك نفسيا قبل ما يلعبك في الكونفدرالية. فانت هتدخل نفسك في مرحلة الشك. انت دلوقتي عندك تحديين، تحدي ان انت ازاي تتصدر مجموعتك او تكسب اول ماتش عشان تركب المجموعة من بدري، والتحدي التاني هتعمل ايه مع المصري اللي هيلعبك وهو لسه كسبك في الدوري لما هتلعبه في الكونفدرالية. فانت ضربة البداية هتكون مهمة جدا لانك بتلاعب الفريق الاضعف في المجموعة. لعيبة الزمالك لازم تفهم ان حضرتك يا لعيبة الزمالك ويا مستر جوميز هتلعبوا الفريق اللي كله هيكون طمعان فيه، عايز ياخد منه الصدر